بعض البنات بتقلق إن بعد ما الفيلر بيدوب شكل الشفايف بيبوظ أو يحصل ترهلات، هل ده حقيقي؟ وإيه اللي بيحصل فعلا بعد ما الفيلر بيروح؟ شوفي حكاية إن الجلد يكرمش تاني أو يحصل ترهل بعد ما الفيلر يدوب. الفيلر الكويس لما يتحقن في المكان الصح عمر ده ما يحصل. يعني يحصل ليه بالذات في الشفايف؟ ده يحصل مع الناس اللي هي بتعمل ليب تاتو، الناس اللي بتعمل توريد، مش اللي عند الدكاترة. ده التوريد اللي هو بيعملوا لون عند أخصائيات البشرة أو عند الكوافيرات، ده فعلا بيعمل تليف، خلي الشفايف حجمها يصغر ويبقى فيها تشققات. يعني مفيش أي فايدة منه على الإطلاق. أنت عاوزة شفايف تبقى لونها كويس، في وسائل تانية عند الدكتور، في فراكشنال ليزر، في كاربون ليزر، حقن بلازما، في أنواع معينة من الفيلر دي اللي تقدري توصلي بيها لشفايف كويسة من غير ما يحصل لك مشاكل بعد كده.